اهلا بيكم في بودكاست بازل. عماد مبسوط ان احنا بنكمل مع بعض الرحله اللي ابتديناها، وانا كمان متشرف بوجودي معاكم ويعني سعيد جدا فعلا بالتجربه دي. شكرا ليك، شكرا خالص. طيب الحلقه اللي فاتت احنا وقفنا عند ابراهيم او ابرام وسراي راحوا مصر، وقال لسراي ان احنا هنقول ان انتي اختي، وهي دي نص الحقيقه، هي كانت اخته ومراته زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت بالظبط كده. وراح لقصر فرعون على اساس دوه. من هنا بقى خلينا نكمل بقى الحلقه النهارده. تعال نشوف مع بعض ازاي يعني فرعون تلقى الموضوع ده ازاي، او عرف ازاي بالموضوع ده. هنقرا في سفر التكوين ممكن؟ طبعا. بيقول في سفر التكوين: فضرب الرب فرعون، ده من العدد 17، فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة إبرام. فدعا فرعون إبرام وقال له: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني إنها مراتك، إنها امرأتك باللغة العربية؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي، يعني أنا أخذتها لي لتكون زوجتي، والآن هوذا امرأتك، خذها وإذها. في حاجة مهمة هنا متقالة: ضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة إبرام. طيب أنا بس قبل ما نكمل الجزء ده عايز أأكد على معلومة، إن إبراهيم كان خايف لما يقول إن سراي دي مراتي إن هم يقتلوا إبراهيم وياخدوا سراي زوجة لأي حد فيهم. بالظبط. وجت في حظ فرعون أو الواقعة دي حصلت في قصر فرعون، فلما قال إن دي أختي ففرعون طلبها للجواز، صح كده؟ فمن هنا حصلت الأحداث اللي أنت قرأتها لنا دي. بالظبط، الأحداث اللي حصلت إن حصل مشاكل كتيرة جدا في بيت فرعون. تمام. مش كاتب هنا حصل إيه في بيت فرعون، لكن إبرام كرر نفس الحركة دي في حتة تانية. حركة إيه؟ حركة إنه يقول إنها أختي. يعني هو قال على سراي مرة تاني في موقف بعد كده قال إن هي أخته برضو مش مراته. بالظبط. كان فين الموقف ده وحصل مع مين؟ هنقرأ، هو اسمه أبي مالك في تكوين 20. يعني هو عمل الموقف ده مع راجل اسمه أبي مالك. أبي مالك ده ملك مش مجرد راجل. ملك اسمه أبي مالك. الأحداث دي مذكورة في تكوين 20 في العهد القديم. بالظبط. تمام. خلي بالك هنا، ودي برضو ناخد بالنا منها. انتقل إبراهيم، هنا لغة الكتاب المقدس هنا بيتكلم بيقول إبراهيم. تمام. وفي المرة الأولى كان بيقول إبرام. في المرة الأولى كان علاقة إبرام بربنا أقل وما كانش واخد البركات كلها منه. تمام. يعني في المرحلة التانية دي كان المفروض إنه خلاص نضج وكبر وبقى إبراهيم وعارف ربنا أحسن من الأول، والمفروض ما يغلطش الغلطات ديت. تمام. وده يورينا إن إحنا ممكن الخطأ وارد في أي مرحلة وما ينفعش نقول إحنا كبرنا. ما ينفعش نقول ان احنا كبرنا على الغلط يعني. بالظبط. فاحنا كده بنتكلم في تكوين 20 لما حصل الموقف بتاع ابي مالك الملك اللي كان موجود في الوقت ده. والكلام ده كان متأخر، يعني كانت سارة كبرت قوي يعني. تمام. بس على فكرة عايز اقول لك معلومة بموضوع سارة اللي كبرت دي. يا ريت. كان زمان فكرة احنا بنقارن بين دلوقتي وزمان. زمان كانت الستات بتعمر. فيعني إبراهيم عاش 175 سنة. تمام. سارة مراته عاشت 135 سنة وماتت صغيرة. تمام. فكان سن الخلفة مش 40 و45 سنة بتقفل. تمام. كانت بتقفل على سن 80. تمام. فكان موضوع انها تتشاف حلوة مش غريب. كتير من المفسرين ما بياخدوش بالهم من الفكرة دي. تمام. لأن الله ما جابش إسحاق غير بعد ما سارة قفلت وأصبح ممنوع، استحالة أنها تخلف عشان تحصل معجزة. تمام. فسارة خلفت إسحاق على سن 90. فمعنى كده أن كانت قادرة على الخلفة لغاية سن 80 مثلا.
تمام. فانت بتقول ان ساره او سراي كانت امراه جميله لغايه سن متقدم، يعني لغايه سن مثلا 80 و90 كانت ست حلوه يعني. حلوه مرغوبه يعني، تمام. ان حد يتجوزها. علشان كده كان وارد ان ممكن حد يفكر ان هو يرتبط بيها لكن تاني. ربنا منع ابي مالك ان هو يتجوز ساره، وظهر له في حلمه وقال له اوعى تتجوز الست دي لانها متجوزه بواحد، والواحد ده مش بس طبيعي، لا ده نبي. وتعبير نبي اول مره يتذكر في الكتاب المقدس في المنطقه دي، اول مره يتذكر خالص. خالص. يا يعني انت بتعرف عن ابراهيم انه رجل الله، عن نوح انه رجل الله، عن اخنوخ انه رجل اصار الله مع الله. تعبير نبي اتقالت على ابراهيم هنا في الجزء ده من الكتاب، تكوين 20. فقال له الله في حلم انا ايضا علمت انك بسلامه قلبك فعلت هذا. يعني انت يعني بنية كويسة، بنية صافية. وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا. يعني شوف، يعني الراجل إبراهيم أخطأ، لكن في نفس الوقت ربنا اداله مهابة انه خليه يصلي لك، عشان يعني في وضع الخطيه نفسه، لكن ربنا اداله مهابه كده علشان يبقى عالي في عينين الناس. صلح ورا ابراهيم واداله كرامه، يعني سوري في الكلمه، ما يستحقهاش في التوقيت ده. تمام. لكن اداها له. فاذا الموقف ده كان اتكرر تاني زي ما حصل مع فرعون، حصل تاني مع ابي مالك بعد وقت. وبيوضح هنا في ابي مالك انه اغلق الارحام. غلق الارحام. تقصد ان البلد اللي كان يملكها، اللي كان مالك عليها ابي مالك، ستاتها ما بقتش تخلف. وده نوع من انواع التنبيه. لان طبعا مش هيقعد بالشهور علشان يبان اللي يخلف من اللي ما يخلفش، لكن على الاقل الدوره الشهريه بتبطل فتره من الفترات، فالناس تبان ان في شيء، في عطله حصل، في حاجه مش مظبوطه في الحياه بشكل عام يعني. بالظبط كده. تمام. نرجع بقى للموقف الاولاني. فكده ابراهيم او ابرام لما كان في مصر، خرج من مصر. انت قلت لنا ان فرعون اداله يعني ثروه كبيره جدا جدا. فاكر الموقف الاولاني كان في تكوين كام؟ كان تكوين 12. تكوين 12. ماشي. مش لازم الاحراج ده يعني. لا، ده انا بقولها للمشاهد علشان بس المشاهد يبقى معايا في الوضع. فدعا فرعون ابرام وقال له ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ برضو نفس العتاب او البدايه من العتاب ده. قال له اختي. راح قال له انت تمشي من هنا بحاجتك اللي اديتها لك بكل حاجه. فاوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. شيعوه بس ان هم يعني اطلقوه للسفر، يعني اطلقوه للسفر بحراسه. تمام. ده طرد. تمام. عشان يتاكدوا ان هو مش، عشان يتاكدوا انه مش موجود يعني في البلد. كلمه شيعوه ده بعت معاهم الناس عشان الحرس بتاعه او الجيش بتاعه عشان يتاكد ان هم شكلها احترام لكن هي وباطن